لو كنتم من عشاق أكل البامية تعالوا نعمل طاجن البامية الصعيدي على أصوله بطعم وريحة زمان. السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله بفضل الله هنعمل طاجن البامية، في طاجن البامية الصعيدي. والبامية بقى بتاعتنا مسبكة وريحتها تحفة، واللحمة دايبة دوب، وهتقدمي معاهم شوية رز بشعرية حرفيا هتاكلي صوابعك وراهم. لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا، واللايك الجميل وتعليقكم الجميلة، ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة هنعمل ايه؟ هنسلق اللحمة. هجيب حلة وفيها مية بتغلي، حط فيها بصلايه كبيره والبهارات بتاعتنا او التوابل بتاعتنا، نص معلقه من فلفل اسود وكزبره وسبع بهارات او بهارات مشكله، وربع معلقه كركم اللي حابب، وثلاث ورقات لوري وثلاث حبات حبهان، وهنسيبهم يغلوا غلوه كده مع بعضهم. وبعد كده هجيب اللحمه بتاعتي بقى ايه، نص كيلو 3/4 كيلو، تعملي حسب الطاجن بتاعك هيكفي قد ايه. تمام، انا عامله نص كيلو عشان الطاجن بتاعي يا دوبك على قد، او على عدد افراد الاسره بتاعتك. ممكن تعملي كيلو حسب الطاجن، بقولك يعني بتزودي اللحمه على حسب الطاجن. بعد كده هتحطي بقى ايه، رشه سكر دي عشان دي بتساعد اللحمه بتاعتنا تستوي بسرعه، وتسيبيها بقى ايه تستوي كده لحد ما اللحمه بتاعتنا تستوي كويس. هنبص بقى عليها، يعني ناخد بعض بالنا، بص عليها مره واتنين لحد ما ايه تاخد لها نص ساعه، ساعه الا ربع، حسب ايه قطعيه اللحمه. هي اللحمه بتاعتنا فعلا استوت ما شاء الله اهي. انا عايزاها ما تتهريش لان لسه هتستوي مع الباميه. تمام، لما تخش في بعد كده ملح الشوربه بتاعتي واللحمه بتاعتي. الملح ده بتاعك انت، يعني انا حطيت معلقه صغيره، ممكن تحطي اقل ممكن تزودي، يعني انت هتدويها وتظبطي الملح على حسب ايه ما بتحبي الملح. وخليها بقى تغلي غلوتين وخلاص تمام كده، وهطفي عليها. ابتدي بقى اجهز ايه الباميه بتاعتي. انا عامله باميه متفرزه. تمام، شيل بقى الشوربه واجيب طاسه او حله حسب ما انت هتعملي. احط معلقه سمنه بلدي كده، انا بحط معلقه صغيره، ما بحبش اكتر ايه الماده الدهنيه. وهجيب كيس الباميه اللي هو حوالي 400 جرام المتفرزه. انت ممكن يبقى عندك باميه فريش هتستخدميها، باميه مفرزاها في الفريزر، دي باميه من السوبر ماركت اللي هي بتبقى 400 جرام. تمام، وهشوحها بقى في حتة السمنة بتاعتي. حتة تشويحة البامية دي في حتة السمنة بتخليها في حتة تانية خالص، لحد ما البامية بتاعتي كده تتشرب بالسمنة، حتة كده تفوح كده. تمام، اروح ايه مفضيها في طبق، وايه وفي نفس الطاسة، ما استخدمش مواعين كتير، نفس الطاسة احط شوية زيت. وبعد كده هجيب بصلاية متوسطة، يعني بصلايه متوسطه على قد مقدار الباميه اللي انا عاملاه. كل ما بتزودي الكميه بتحطي ايه، بتزودي ايه البصل او الثوم. واحط ايه بعد كده، تبقى اول ما البصله بتاعتي تدبل كده، اكون محضره ايه فصين ثوم اهم، مقطعاهم بالسكينه، واخليهم يكملوا سوا بقى، لان الثوم بيستوي قبل البصل، فما ينفعش احطهم معاهم من الاول، او احطهم مع البصل كده. واول ما ريحه الثوم تطلع كده ويبتدي يتحمر خلاص وريحته تفوح، اروح جايبه الصلصه دي انا مسبكاها في البيت. ممكن في المقدار ده تستخدمي مثلا طماطميتين ومعلقه صلصه معلبه، ممكن تعصري مثلا نص كيلو طماطم وتستخدميه. تمام، وطبعا هحط كوبايه ميه عشان ايه البصله مع الصلصه كده ايه يتسبكوا مع بعض. تمام، وهسيبهم بقى لحد ما يغلوا. بعد كده ايه دي رشة سكر عشان الحموضة بتاعت الصلصة، ودي رشة كزبرة ناشفة ورشة فلفل اسود. يبقى انا حطيت سكر عشان حموضة الصلصة ما تعملناش حموضة ما ناكلها، وحطيت رشة فلفل ورشة كزبرة. بعد كده هحط البامية بتاعتي اللي انا شوحتها في السمنة. تمام كده بقى، هسيبها ايه تتسبك كده، تغلي شوية كده مع الصلصة والثوم والحاجات دي كلها، وتسبك مع بعضها كده. اكون نص معلقه توم كده، اكون ادقهم لا اما في الهون او فرمهم او المهم ان هم ايه نص معلقه توم مفروم. تمام، وقرن فلفل سبايسي رومي بارد يعني اللي انت عايزاه. وبعد كده هجيب اللحمه واسيب بقى ايه تغلي غلوه مع التومه كده. وبعد كده اجيب اللحمه
بتاعتي اللي انا سلقتها والمرقه او الشوربه. تمام. وهي واحطها بقى تغلي كده غلوتين، الباميه مع اللحمه كله مع بعضه كده. يعني الاول حطيت التوم مع الباميه غلوتين عشان تتطعم كده بالتوم، تدي ريحه حلوه. وبعد كده حطيت بقى اللحمه بتاعتي والشوربه بتاعتي. تمام كده بقى ايه، هخليها تغلي بردك غلوتين، تتسبك كده مع بعضها، وتبتدي الباميه تخش في السوا. هي خلاص يعني انا مشوحاها، يعني داخله في السوا، يعني غلوتين بصوت. وايه ملحها بالمره بقى. انا حطيت ايه رشه ملح ايه مش كتير، عشان حاطه شوربه متملحه بردك، فالملح ده ظبطيه عشان الاكل بتاعك يطلع ايه مظبوط، ما يطلعش ايه مالح. تمام. انا ظبطتها ودقتها وايه وظبطت الملح بتاعي. تمام. هي بقى بعد كده بتغلي غلوتين كده، تتسبك كده مع بعضها، واكون مجهزه بقى ايه، اسيبها تغلي غلوتين تتسبك مع بعضها، واكون مجهزه الطاجن بتاعي. بعد كده اروح اطفي عليها النار بعد ما اتسبكت شويه، واجيبها بقى احطها ايه في الطاجن. اروح قلبه بقى الحاجات دي الجميله دي كلها في الطاجن. وايه عشان الطاجن يخش الفرن يغلي بسرعه، يستوي بسرعه، يعني اعمل ايه، اولع عليه النار من فوق. دي خطوه ايه اختياريه. تمام. مش اساسي، بس انا بحب ايه عشان يسخن اغلي الباميه في الطاجن فوق البوتاجاز، بعدين ادخلها الفرن. طبعا هو كان محتاج شويه شوربه كمان حطيت له، بس اول ما هيغلي هروح ايه ممكن مولعه الفرن ومدخلاه على طول. واحط قرن فلفل كده بقى ايه، لو حابه تحطي قرن فلفل سبايسي ولا حاجه حطيه. تمام كده بقى ايه. تمام كده الباميه بتاعتي هتخش بقى الفرن كده لحد ما تاخد ايه تنشف كده وتبقى وتتسبك وتبقى زي الفل. يبقى الطاجن بتاعي ايه طلع من الفرن وزي القمر، باميه طالعه بقى دايبه كده ومسبكه، واللحمه بتاعتي دايبه، والريحه مش عارفه بقى اقول لكم الريحه عامله ازاي. شايفين الصلصه بتاعتها كمان عامله ازاي، يعني حاجه كده ما شاء الله خطيره. اعملي بقى جنبها رز ابيض، رز بشعريه، ممكن تعملي كمان جنبها شويه ملوخيه خضراء، يعني بقى ايه يعني عشان تزودي السفره بتاعتك وكده. شويه رز بشعريه اهو. وعندنا احنا في القناه بتاعتنا عاملين الرز بشعريه قبل كده، وعاملين الرز الابيض، يعني ما شاء الله كل حاجه موجوده. ده بالذات البنات المبتدئين، بنات المبتدئين وعرايس الجداد بيبقوا ايه بيدوروا على الحاجات دي. انا الرز ما عملتهوش معاكم عشان هو معمول قبل كده، هتلاقيه. شايفين اللحمه دايبه دوب ازاي. الف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب، وتاكلوه وتعملوه وتتهنوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش يا حبايبي في الدعوه الحلوه، وتشيروه حبايبكم وصاحبكم، واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله، وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. بحبكم في الله، ما تنسوش اللايك يا حبايبي عشان الفيديو يمشي، وبحبكم